ازيكم عاملين ايه؟ السؤال اللي دايما بتسأله اليومين دول: يا دكتور، هل حقن فيتامين د اللي هي الديفارول اس او الديكابرينو او الدافاليندي، اي حاجه فيتامين د او الاقراص، هل فقدت فعاليتها او هل ما بتجيبش بناخدها وما بتديناش المفعول اللي احنا عايزينه؟ طب ليه بتقولوا الكلام ده يا دكتور؟ احنا بناخد العلاج شهرين ثلاثه ونفس الاعراض هي موجوده: تعب والارهاق، وجع الجسم، وجع العضلات، تساقط الشعر، زياده الوزن، ومفيش اي تحسن. فليه؟ هل الحقن دي فقدت فعاليتها؟ بصوا يا جماعه، مبدئيا كده بس عشان خاطر نجاوب على السؤال ده، هو انتوا مين اللي قال لكم تاخدوا فيتامين د؟ هتقول لي يا دكتور الاعراض. انا في ناس بتكلمني تقول لي احنا بناخد فيتامين د الاعراض لان دورنا على النت ودكاتره النت بتقول ان الاعراض اللي هي قلت عليها وجع في الجسم، وجع في العضلات، والزياده في الوزن، وضعف المناعه، وتساقط الشعر، دي كلها، فاحنا لقينا الاعراض دي عندنا، فروحنا اخدنا حقن فيتامين د او اخدنا الاقراص. والحقن بياخدوها حقن عضل كل اسبوع او كل اسبوعين، وده غلط على فكره. هقول لكم غلط ليه دلوقتي. وبالتالي يا دكتور مش حاسين بنتيجه. طيب خلونا بس ايه نبقى متفقين على كام نقطة مهمين. الأعراض اللي احنا قلنا عليها دي أعراض مشتركة لكذا حاجة. مش شرط إنك تعبان أو مرهق أو بتنام كتير أو شعرك بيقع، أو عندك ضعف في التركيز أو عظمك وجعك أو عضلاتك وجعاك يبقى أنت عندك نقص فيتامين د. هو أي نعم كتير مننا عندنا نقص فيتامين د، لأن ده فيتامين بيحتاج التعرض لأشعة الشمس عشان خاطر احنا بناخده في صوره غير نشطه، واشعه الشمس بتحوله للصوره النشطه، فبالتالي اغلبنا ما بيتعرضش لاشعه الشمس، وبالتالي اغلبنا بيعاني منه. بس ما نقدرش نحكم ان هو ده سبب التعب اللي عندنا، ان في اسباب تانية كتير. يعني وجع العظم مثلا ممكن يكون نقص كالسيوم، او انت مش بتاخد كالسيوم بشكل كافي في جسمك. التعب والارهاق وتساقط الشعر دي مثلا من اعراض الانيميا رقم واحد، بيعمل تعب وارهاق وقله تركيز ونوم كتير وخمول وتساقط في الشعر. التعب والارهاق ونفس الاعراض دي هي من اعراض كسل الغده الدرقيه، بتعمل نفس الاعراض: وزياده في الوزن، تساقط في الشعر، ونوم كتير، وتعب وخمول. نفس الموضوع بيعملوا نقص فيتامين بي 12، بيعمل تعب وارهاق وبيعمل توتر وقلق وضعف في التركيز وتساقط في الشعر، لانه بيأثر او بيسبب انيميا بشكل غير مباشر. ففي حاجات كتيرة ممكن تسبب الأعراض دي، أو الأعراض دي مشتركة ما بين حاجات كتيرة. مش معنى إنك أنت بتعاني من الأعراض دي والكلام كتر على موضوع نقص فيتامين د يبقى احنا عندنا مشكله في نقص فيتامين د. طب ناس تقول لي يا دكتور، طب يمكن انا باخد فيتامين د غلط ومحتاج اخد فيتامين كي 2 زي ما هم بيقولوا. فيتامين كي 2 انا شرحته في الفيديو اللي فات على طول، هسيبه لكم برده في صندوق الوصف تحت، وقلت ايه حكايته ومحتاجينه ازاي وهناخده ازاي والكلام ده. طب يمكن يا دكتور بنحتاج ناخد كالسيوم مع فيتامين دي عشان خاطر الجسم يستفاد. الكالسيوم اوكي، بعض الحالات المرضيه بتحتاج تاخد كالسيوم، لكن انت ممكن تاخد الكالسيوم من اكلك بشكل طبيعي، وشرحته برضو في فيديو منفصل المصادر الطبيعيه للكالسيوم ازاي نقدر نحصل عليه. في نقطه مهمه برضو تغيب عن كتير من الناس: بعض الناس بتاخد فيتامين د بشكل خاطئ. يعني ايه؟ يعني فيتامين د الحقن يفضل والافضل طبعا لنا كلنا ان هو بيتاخد حقن عضلي عميق. حقن عضلي عميق يعني ما تجيبش ابره اطفال وتاخد بيها الحقنه، تجيب ابره كبار بالغين وتاخد بيها الحقنه بتاعه الفيتامين د او الديفارول او الديكابرين او اي حاجه. طيب لو انت بتتعب من الحقن او مكان الحقنه بيوجعك ممكن يتشرب، ولكن لو هيتشرب بيبقى بشروط محدده، اللي هو يتشرب او يتاخد مع وجبه دهنيه. لما اقول كلمه وجبه دهنيه مش بالضروره اننا ناكل نص كيلو سمنه معاها عشان تبقى وجبه دهنيه. وجبه دهنيه المقصود بيها لو فضينا الانبوله على كوبايه لبن دي وجبه دهنيه. الناس تقول لك نفضيها على عصير، لا، كوبايه لبن افضل. كوبايه اللبن عشان فيها دهون، العصير عباره عن ميه. او ممكن تاخده مع الغداء، لان الغداء بطبيعه الحال بيبقى اكيد فيه سمنه او زيت، وده كله دهون، وجبه دهنيه. ما نبالغش في موضوع الوجبه الدهنيه. الوجبه الدهنيه دي المقصود بيها اكلتك العاديه، او نص كوبايه اللبن او كوبايه الزبادي، ده يعتبر وجبه دهنيه، لان فيتامين د بيدوب فيه وبيساعد بشكل كبير جدا على امتصاصه في جهازك الهضمي. طيب دكتور، احنا بناخد الحقنه كل اسبوع. كل اسبوع ده كتير قوي يا جماعه. الحقنه بتتاخد كل شهر او كل 3 شهور او ممكن كل شهرين، تجاوزا ممكن 3 اسابيع، عشان نتجنب تسمم فيتامين د. وما ناخدش الحقن من غير ما نعمل تحاليل، لان افرض انت عندك فيتامين د بالطبيعي والاعراض اللي عندك دي مش اعراض نقص فيتامين د، اعراض نقص الحاجات التانيه اللي انا قلت عليها، فتاخد فيتامين د، انت معرض لتسمم فيتامين د اللي هو ممكن بتكون حصوات في الكلى تؤدي الى فشل كلوي. وغير ان هو الكالسيوم هيرسب في الشرايين من جوه، هتعمل تصلب في الشرايين، وممكن لا قدر الله تسبب جلطات، تسبب الوفاه.
فيا جماعه بلاش نبالغ في استخدام الادويه. هتقول لي عشان نرفع فيتامين د بسرعه في الدم، فيتامين د كده كده فيتامين متخزن، والامبولات دي متخزنه بترفع بشكل تدريجي على مدار شهر، فما فيش داعي للاستعجال انك تاخد امبوله كل اسبوع، امبوله كل شهر، كل 3 اسابيع، كل شهرين. وكوقايه ممكن بتتاخد كل 3 شهور. الكلام ده ينطبق على كل انواع حقن فيتامين د، دافاليندي، الديفارول والديكابرينو. ونفس الموضوع مع الاقراص، ويفضل كل شويه وشويه نعمل التحليل عشان نعرف المستوى بتاع فيتامين د عندنا وصل لحد فين. يا رب يكون الفيديو مفيد، وما تنساش توعي غيرك وتشترك على القناه عشان خاطر توصلك الفيديوهات الجديده اول باول، وتشوف الفيديوهات اللي فاتت. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي.